السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أي حاجة بقول لكم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الشاب اللي هو بتاع قرية ميت عاصم اللي في القليوبية، اللي طبعا لبسوه بدلة رقص ومثلوا بيه في الشارع. وطبعا لا دي أخلاقنا ولا دي قيمنا ولا أيا كان الخلاف. عمرك ما تعمل كده مع شاب وتجيبه وتلبسه بدلة رقص. وطبعا الحاجات دي جديدة خالص على مجتمعنا المصري، وسبحان الله يعني مش عارف احنا حصل لنا ايه يعني. طبعا انا كنت برضه عملت فيديو قبل كده واتكلمت على اللي هم الرجاله اللي بتلبس زي بدل الرقص كده. طبعا بس ده بيلبسها بخاطره هو، انما لما يجبر شاب على ان يلبسوه بدله رقص ويوقفوه في الشارع، دي لا يعني يقبلها دين ولا يقبلها عرف ولا يقبلها اي حاجه. فحاجات جديده خالص على مجتمعنا المصري، ويا ريت ان شاء الله ان شاء الله ما نشوفش الحاجات دي في مجتمعنا خالص، لان في اجيال طالعه بتتعلم من اللي بيحصل. فيعني طبعا وزاره الداخليه مشكورا مسكت الناس اللي عملت كده، وهم دلوقتي يعني تحت قبضه الداخليه. وبرضو بقول لكم ده حاجه جديده خالص علينا، وبنتمنى ان احنا ما نشوفهاش تاني ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ان شاء الله تعملوا اكسبلور ولايك وشير، ولو في اي حاجه تقولوا لنا في التعليقات. وطبعا زي ما انا بنهي فيديوهاتي على طول بقول مساكم ورد وفل وخير وبركه من الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.